مالك يا فرج؟ سرحان في ايه يا ابني؟ معلش، مهما كان ما اختك وهنستحملها، وفلاشة صاحبك وتدبس وبرضه بيستحمل معانا. لا يابا، انا في موضوع تاني كده بس وعاوز اخد رأيك فيه. خير، اللهم اجعله خير. لو انت يابا شفت ناس بيعملوا حاجة غلط وكان معاك دليل على اللي عملوه، هتتصرف ازاي؟ الحكاية يا فرج يا ابني، ما تقلقنيش. فرج، اوعى تكون عملت حاجة غلط وفي ناس ماسكين دليل عليك. انت كده هتروح في داهية، وبابا كمان هيروح في داهية، لأنه وقتها هيموت بسكتة قلبية بسبب اللي هيحصل لك. فلا الله ولا فالك يا بها، عاوزة تخلصي مني بدري؟ يا جدعان انا بتكلم في ايه وانتوا بتتكلموا في ايه؟ سيبوني افهمكم. انا امبارح لما كنت شغال على المركب لقيت ناس على يخت كبير شالوا راجل ورموه في الميه، وانا والله العظيم حاولت الحقه ونطيت وراه بس ما لحقتوش. يا نهار ابيض! والراجل ايه؟ تفتكر مات تحت الميه؟ ده مات ايه؟ اكيد بيلعب استغمايه مع السمك. هو انا ناقص ذكائك؟ طب ما جايز يا فرج كانوا شباب بيهزروا مع بعض وبيعملوا مقلب. يابا الناس رموه في ثانيه واختفوا من المكان، الراجل نزل ما قبش تاني، بس انا صورتهم فيديو. وفي حد شافك من الناس دي؟ لا ما افتكرش. وكان معاك مين في المركب يا اخ فرج؟ كنت لوحدي، ما كانش معايا حد. ما كانش معاك حد برضه؟ اعترف اعترف وقول لي الحقيقة. في حد كان معاك وشاف نفس اللي انت شفته؟ انا هقول الصراحه، البت شروق جارتنا، بس والله هي اللي جات لي وقالت انها متخانقه مع خطيبها وعاوزه تاخد المركب لحسابها ساعه. وبعدين ايه اللي حصل؟ ما اللي حصل قلته لك يابا. هو انت بتحب القعده؟ ساكت ليه يابا؟ ما بتردش عليا ليه؟ ما تدبرني. مش عارف اقول لك ايه يا فرج يا ابني. قول الصح اللي انت معودني عليه. ما انا عشان كده مش عاوز ارد عليك، عشان الصح ممكن يوقعك في مشاكل احنا مش قدها. يعني انت شايف اعمل نفسي ما خدتش بالي واسكت؟ بالظبط، انت شايفنا على قد حالنا، مش حمل مشاكل مع حد يا ابني. وانا بعد ما خرجت على المعاش محدش بقى بيصرف علينا غيرك، ما عنديش استعداد اخسرك. وانا مع ابويا الحبيب يا اخ فرج. انسى الموضوع ده خالص واعتبر اللي شفته حلم علشان ضميرك يرتاح. وهو انا كده يعني ضميري يرتاح؟ انا بس اللي هيجنني جثة الراجل راحت فين. مالك متوترة كده ليه يا هايدي؟ انت في الاختبار ما كنتش كده خالص. معلش انا اسفة، اصل عندي ظرف وحش قوي اليومين دول موترني شوية. طب عاوزة نأجل البروفة؟ انا تمام ما عنديش مانع. لا تمام، انا هبقى كويسة. المفروض ان ده اول ظهور ليكي في المحطة، ومذيع الراديو مش زي مذيع التلفزيون، كاريزمته كلها في صوته، لازم يشد الناس بنبرة صوته وانفعالاته. ان شاء الله هكون عند حسن ظنك، وبرضه حضرتك هتساعدني بخبرتك، انت مخرج كبير. هساعدك على قد ما اقدر وانا واثق فيك. السلام عليكم. ايه يا استاذ جميل، انت جاي متأخر ليه؟ اصل انا سمعت ان المهمين هم اللي بيجوا متأخر. نعم يا اخويا، لا بقول لك ايه، اي تأخير تاني انت مش هتكمل معانا في الاذاعة، عن اذنكم. ازيك يا هايدي؟ اهلا. انت ما بعتليش اضافة ليه على الفيسبوك؟ اضافة؟ وابعت لك اضافة ليه؟ عشان تضيفي لحياتك طعم ولون وريحة. لا بقول لك ايه، انا مش طايقة نفسي فابعد عني احسن لك. خلاص يا ست ما تزقيش الله، انا هروح اصالح الاستاذ المخرج. عن اذنك يا هايدي. كان نفسي تكون معايا يا بابي في اليوم ده وتشوفني وانا بحقق حلمي. يا ترى انت فين؟ انا مش عارف يا بها الواد فلاشة ده مستحملك على ايه. ده انا لما شفت شكله كان متدمر. سبحان الله يابا، دي بتخرجه من كل مصيبة على مصيبة اكبر، والغريبة انها ما بتجليش ولا مرة. مش واخدين بالكم ان اللي بيحصل لفلاسة ده سببه الحب؟ لا والنبي يا اختي سيب الحب في حاله، ما تلزقيش في مصايبك. اللي بيحصل ده بيخلي اللوف ستوري بتاعتي انا وفلاسة لوف ستوري عظيمة وخالدة. استنوا كده، لما علي صوت التلفزيون خلونا نسمع ايه الخبر اللي حاطين بيه صورة الراجل ده. هذا وقد وردت أنباء بوفاة رجل الأعمال محسن النجار، حيث تم العثور على جثته في منطقة المنيل، وتم العثور على خطاب يبين فيه انتحاره
بسبب مروره بضائقة مالية وأزمة نفسية. كذب. الراجل ده اتقتل وانا شفتهم وهما بيرموه في الميه. هو ده يابا، هو ده الراجل اللي انا حكيت لكم عليه. جالكم كلامي وطالعين في التلفزيون يقول لك انتحر. اهدى يا فرج يا ابني، ما يمكن مش هو اللي انت شفته. يابا انا متاكد انه هو. المكان اللي لقوه فيه بعد المكان اللي وقع فيه بشويه حلوين، يعني الميه فضلت تحركه شويه حلوين وتبعده. أنا من واقع خبرتي كمخترعة عظيمة لازم يكون معاك دليل على كلامك ده يا أخ فرج. انا مصورهم فيديو، بصوا اهو. نفس المنطقه ولا مش نفس المنطقه؟ طب هتعمل ايه يا ابني؟ انا هنزل اروح لاهله واوريهم الفيديو عشان يعرفوا ان هو ما انتحرش. لازم يعرفوا الحقيقه، لازم يعرفوا ان الراجل ده اتقتل وهم بقى يوصلوا للي قتله. بقى ده اسمه كلام تقولوه، خلوه في حاله وسيبوه. اركني وخدي لك ساتر، المعنى عملهاش اخر، عاوزه الجدع اللي يعافر. قدها وقدود وشابوه. خير يا حضرة الضابط، لقيتوا بابي؟ النهارده لقوا جثة في المية ناحية المنيل، وللأسف اتأكدنا إنها جثة محسن بيه والدي. جثة؟ يعني ايه؟ بابي مات؟ انت بتقول ايه؟ ده قضاء ربنا يا بنتي، ادعي له بالرحمة. انا مش مصدقة، انا مش مصدقة اللي بسمعه. يا هايدي انت مؤمنة، شدي حيلك حبيبتي. انتوا بتكذبوا عليا صح؟ بابي عايش ما ماتش. قولوا لي ان بابي عايش وان كل ده هزار. دي صدمة كبيرة لينا كلنا. انا مش مصدق اني مش هشوف محسن تاني. محسن ده كان بالنسبة لي اكتر من اخويا والله. بقاء لله، هنحتاج الأستاذة هايدي تجيلنا علشان نكمل المحضر وتعرفوا تخرجوا تصريح الدفن. ان شاء الله ان شاء الله. اول ما تهدى هخليها تيجي لحضرتك. دي شكلها أغمى عليها. هايدي انا جاي لك يا استاذ ناجي وعارف ان انت الوحيد اللي هتدلني على الصح. خير يا فرج؟ انا شفت حاجه غلط بتحصل وانا كنت شاهد عليها. المفروض اعمل ايه؟ تشهد بالحق. الساكت عن الحق شيطان اخرس. حتى لو فيها اذيه ليا والناس اللي بحبهم؟ لو انت سكت فيه غيرك هيتأذي، لكن لو اتكلمت ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحفظك، لان عمل الخير يا فرج عمر ما كان فيه خسارة. ريحت قلبي يا استاذ ناجي، الله يريح قلبك. يا فرج يا فرج، الحق يا فرج، فيها جرحي. الواد فلاش انضرب. فلاش انضرب ازاي؟ هو الواد ده لازم كل يوم ياخد علقه من حد؟ اتصل بيا من المستشفى وبيقول ان اختك دبسته مع صاحب عربيه دشملتها. الله يخرب بيتك يا مها. دراعي اتكسر. اي جرحي انا مش قادر ارفع دراعي يا جرحي. يا ابني مش مكسور، هترفعه ازاي؟ منك لله ما منك لله. اشوف فيك يوم يا رب. بتدعي عليا يا فلاسة واحنا لسه ما اتجوزناش؟ انا غلطانة اني رحت البيت اعمل لك اكل وارجع لك. مش عايز اكل يا اختي، مش عايز. انا حاسس ان انا هموت ضحية تجاربك اللي بتعمليها دي. انا دفعت تحت الفلوس خلاص يا فلاش. ربنا يخليك لي يا فرج. شفت اختك يا اخويا، شفت اختك اللي مش هتستريح غير لما يشيلوني على نقاله بسببها. وهم دلوقتي يعني شايلينك على كوف الراحه، وهم شايلينك على نقاله. هو انا غلطت ان لما كنا راكبين التاكسي وعطل اعرض مساعدتي على الراجل؟ مثلت دايما يا فرج بتقولي ان الناس للناس ولازم نكون جدعان مع بعض. يا بنت وانا اي كلام اقوله تاخديه وتستخدميه في الاماكن الغلط. دي ما خلتش حته سليمه في العربيه. الراجل ما لقاش غير انا عشان يخلص حق العربيه منه. ما سابش حته في جسمي تنفع تشتغل بعد كده. ما انت كل مره يا عم بتحطك في مصيبه وبتخلع وبتطلع تجري، اشمعنى المره دي؟ ما انا عملت كده، ما انا حاولت اجري، بس المره دي الواد صاحب العربيه كان مركب في رجله طيارات ابن اللذينه، فما لحقتش افلفص منه. طب معلش يا فلاش، حقك عليا، عندي المره دي. وانت يا مها سيبك بقى من التجارب اللي هتجيب اجل البشر دي. يا اخ فرج انا كل همي اريح البشريه. لا يا اختي، البشريه مستريحه لوحدها، مالكيش انت دعوه بيها.